الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. نعم، أحسنت. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح من كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. قلنا إذا بوب البخاري بالاستفهام يشير إلى ماذا؟ ليس له ترجيح، أو يشير أولا إلى الخلاف، أن أهل العلم اختلفوا في المسألة. نعم. وهل يلزم من توبيبه بالاستفهام أنه لا اختيار له في المسألة؟ نعم، هذا ربما وربما بحسب سياق الأحاديث وتفصيلها. نعم. فهنا يقول: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء رضي الله عنهم، براء بن عازب، يده في الطهور ولم يغسلها، يعني قبل أن يتطهر أدخل كل منهما يده في الإناء. قال: ثم توضأ. وأيضا قال: ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. نعم، بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني الماء المتساقط من البدن بعد غسله. هذا الماء هل هو طاهر أم نجس؟ هذا المعنى. وليس المتبقي في الإناء، لا، المراد الماء الذي يتقاطر بعد الغسل من المغتسل. هذا الماء الذي يتقاطر هل هو نجس أم طهور؟ هذا المعنى. طيب. طبعا يبوب كما قلنا لكم بآثار الصحابة، وهذا مما تميز به البخاري في صحيحه،
نعم، فإن الآثار التي يبوب بها البخاري هي في الحقيقة ماذا؟ تفسر لك الحديث وتبين لك المعنى الراجح فيه عند اختلاف أهل العلم. ولهذا إذا وجدت المسألة اختلف فيها أهل العلم، الأصل في بحث المسألة بعد الوقوف على النصوص من الكتاب والسنة، وجدت أقوال، قال مالك، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال فلان، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ آثار الصحابة. انظر في آثار الصحابة، هذا قال أبو بكر، ماذا قال عمر، ماذا قال عثمان. لو صحابي واحد، لو كان صحابيا واحدا. فمن أخطاء التفقه اليوم عند بعض الناس طبعا أنه يضرب صفحا عن فقه الصحابة، فلا ينظر إلى آثارهم البتة، ويعتني بقول فلان وأقواله والروايات عنه، ويفصل فيها ويرجح فيها. أما أقوال الصحابة فلا ينظر إليها أبدا. هذا خطأ في الفقه أيضا، خطأ. لماذا؟ لأن الأصل أن الصحابة هم أعلم وأفقه وأفهم للكتاب والسنة. نعم. ولهذا تجد الأئمة كالإمام أحمد إذا وجد في المسألة قول لصحابي فلا يعدوه إذا صح هذا عن الصحابي، وإذا وجد اختلاف بين الصحابة يختار بين أقوال الصحابة. ولهذا كان الإمام أحمد كان أثريا، لا يفتي إلا بآية قرآنية أو بحديث صحيح أو بأثر صحيح عن صحابي، وأحيانا إذا لم يجد أقوال للصحابة ينزل حتى يأخذ عن التابعين. نعم. لماذا؟ لأنهم من القرون المفضلة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني في الطبقة الثالثة من هم؟ الذين بعد الصحابة من هم؟ تابعون. نعم. ولهذا هذا من بديع صنعه رحمه الله، أنك لا تكاد تجد باب إلا ويذكر لك ماذا؟ أثر أو أثرين عن الصحابة. نعم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. بعض طلبة العلم اليوم مهمش تهميشا تاما أقوال الصحابة وأفعال الصحابة وفقه الصحابة. نعم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهذا مر معنا كثيرا، وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، ثم انتقل إلى البصرة، وهو ثقة عابد. كان ابن معين وابن المديني رحمهم الله لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، وهو من صغار التاسعة، توفي سنة 21 و200، وخرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، يعني خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم. وقد اعتمده أيضا الإمام البخاري في حديث من؟ في حديث من؟ مالك. نعم. وقال: أخبرنا أفلح، وهذا أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري المدني، يكنى أبا عبد الرحمن، يقال له ابن صفيراء، وهو ثقة من السابعة، توفي سنة 58 و100، وقيل بعده. خرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن القاسم. من القاسم يا شيخ؟ ابن أحسنت، قاسم محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي المدني، ثقة ثبت فقيه عالم، وهو من الفقهاء السبعة رحمه الله، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي سنة 106، وخرج له جماعة. متأكد؟ نعم، خرج له الجماعة. نعم، رحمه الله. عن عائشة. ما القرابة بين عائشة وبين القاسم؟
عمته، نعم، لأنه هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهذه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قد مرت ترجمتها كثيرا، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. طيب، وجه الدلالة من الحديث على الباب: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ البخاري يريدك أن تعرف كيف بوب ونزع هذا الفقه من هذا الحديث. وش هو؟ طيب عطنا هذا الأمر الواضح. واضح عندك، جزاك الله خير، يلا عطنا. عائشة والنبي أدخل أيديهما في الإناء مع كونهما كان على جنابه. نعم، هذا الأصل أنها رضي الله عنها لما ذكرت هذا صفة غسلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أنها هي والنبي كل منهما يدخل يدها في الإناء، لم تذكر أنها غسلت يدها قبل إدخالهما أو يدها قبل إدخالها في الإناء. هذا وجه الدلالة. وإن كان المتتبع لصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ الأصل أنه ماذا؟ يغسل يديه قبل إدخالهما ولا ما يغسل يديه؟ يغسل يديه. نعم. نعم. وقد برضه شيخنا يستدل به المخالف فيقول: كنت اغتسل انا النبي صلى الله عليه وسلم من واحد، فيقول لعلها اغتسل كان بعد ان غسل يديه قبل. هو الاستدلال محتمل. إيه؟ نعم. قال: حدثنا مسدد، مر معنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد، حتى قال بعضهم ابن مغربل رحمه الله، الأسدي البصري، ثقة ثبت، حتى قال الإمام البخاري: مسدد كاسمه، ذكر هذا في كتاب الحج. وقال شيخه يحيى بن سعيد القطان: مسدد لو أتيته وحدثته في بيته كان أهلا لذلك، وما أبالي كتبي في بيتي أو في بيت مسدد. الله أكبر. يقول: من هذا؟ يقول: يحيى بن سعيد القطان. هذا يدل على أنه كان ثقة ثبتا رحمه الله. نعم. ومسدد قيل لقب، قيل اسمه عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز، وهو أيضا من الطبقة العاشرة، من طبقة الإمام أحمد، من الطبقة العاشرة. توفي سنة 28 و200، وخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له من؟ ابن ماجه ومسلم. نعم، رحمه الله. وهو من كبار حفاظ البصرة، ويقال أنه أول من صنف المسند في البصرة. قال: حدثنا حماد. إذا قال مسدد حدثنا حماد، من حماد هنا؟ حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد ولا حماد بن أسامة القرشي؟ يلا اختر واحد من الثلاثة. يا شيخنا، أحسنت، بن زيد قطعا. لماذا؟ لأنه لم يروي عن حماد بن سلمة. خلاص، إذن هذا حماد بن زيد. ومرت معنا ترجمة حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي الأزرق البصري، أبو إسماعيل، ثقة ثبت حافظ، من الطبقة الثامنة. توفي سنة 79 و100، نفس السنة اللي مات فيها الإمام مالك، وخرج له الجماعة. وهذا أيضا ممن تدور على الأسانيد في البصرة، من كبار الحفاظ رحمة الله عليه. نعم. قال عن هشام. من هشام هذا؟ هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، نعم، الأسدي القرشي
المدني ثقة ثبت، وهو أيضا من الطبقة السادسة، توفي سنة 46 و100، وخرج له الجماعة، وهو أيضا ممن تدور عليه الأسانيد في المدينة. وغالب الحفاظ اللي من الطبقة السابعة رووا عنه، كالسفيانين وكالحمادين وغيرهم من الحفاظ. نعم. وكان إذا دخل عليه سفيان الثوري يحدثه بالحديث ولا يكتب سفيان الحديث، ثم يقول أعيده عليك، فيعيده عليه سفيان ولا يخرم حرفا واحدا، ويدخل عليه سفيان لوحده، ما يدخل معه غير سفيان. فإذا خرج سفيان دخل أهل الحديث. نعم. فحدثهم. نعم. فقالوا نريد أن تملي علينا، ما نبغاك يعني تسرد علينا الحديث، احنا ما قال افعلوا كما يفعل صاحبكم. قالوا إحنا لا نحفظ مثله، هو رجل حافظة. فيقولون له تملي علينا إملاء حتى نكتب. رحمة الله عليهم جميعا. نعم. وهذا هشام عن أبيه، وهو راوية أبيه. إذا أردت حديث عروة ابن الزبير فعليك بابنه هشام، وأيضا عليك بمن؟ بجبل آخر حافظ كبير. من هو؟ الزهري. أحسنت، الزهري. نعم. عن أبيه، وأبوه مر معنا. من هو؟ عروة ابن الزبير، نعم، ابن العوام القرشي الأسدي، تابعي جليل ثقة ثبت، وهو أيضا من الطبقة الثالثة، وهو أيضا من الفقهاء السبعة. توفي سنة كم عروة؟ أحسنت، سنة 94، وتسمى سنة الفقهاء، مات فيها تقريبا 7 من فقهاء كبار فقهاء المدينة. نعم. وأيضا توفي سنة 94 وخرج له الجماعة. نعم. قال عن عائشة. طيب ما القرابة بين عروة وعائشة؟ خالته. نعم. وأيضا إذا أردت حديث عائشة فعليك بعروة، هو أوثق الناس في عائشة. طبعا شاركه جماعة من الحفاظ كالقاسم ابن محمد وغيره، لكن عروة نعم استنزف علم عائشة، لأنها خالته، كان يدخل عليها فتخصه بشيء أو يسمع منها شيء لم يسمعه غيره. وعروة من أهل العلم، من كبار أهل العلم، وله عناية بسماع الحديث رحمه الله. وهذه السلسلة هشام عن أبيه عن عائشة، هذه فيها كم؟ في عشرات مئات الأحاديث. نعم. خرج صاحب الصحيح جملة منها وأهل السنن. نعم. وهذه السلسلة يعني يعتني بها طالب العلم حتى خارج الصحيحين. إذا صح الإسناد إلى هشام فهي صحيحة لا شك. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. نعم، غسل يده. هذا إيش؟ وهذا يدل على أنه يغسلها قبل الإدخال. محتمل ولا غير محتمل؟ قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. محتمل قبل ومحتمل إذن هذا محتمل. نعم. ولهذا بوب قال باب هل يدخل. طيب. هذا الأصل، يعني المتتبع لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإنه يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم نعم نعم. لكن لعله من جهة فعل عائشة. طيب. قال حدثنا أبو الوليد. هذا أبو الوليد من هو؟ من هو يا شيخ عبد الرحمن المجلي؟ الطيالسي. ما اسمه؟ لا خليه يجاوب، لا تجاوب يا شيخ، خليه يجاوب. نعم. من يجلس
علم الحديث يضبط الرجال. إيه ها، سليمان بن داود هذاك الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود. لا لا، اسمه مثل اسم خليفة أموي، وقال الشيخ قبل شوي هشام بن عبد الملك، ها، أبو الوليد الطيالسي الباهلي مولاهم، ثقة ثبت، هذا من كبار الحفاظ، وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 27 و200، وخرج له الجماعة. وحتى قال فيه الإمام أحمد لما سأله رجل إلى من أذهب في طلب الحديث، قال اذهب إلى شيخ الإسلام، إلى شيخ الإسلام أبي الوليد الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة، واضح أن البخاري اعتمده أيضا في حديث شعبة، مع أنه أبو الوليد الطيالسي ليس من الطبقة الأولى في تلاميذ شعبة، فأبو داود الطيالسي مقدم عليه. كذلك من أعطونا تلاميذ شعبة المقدمون فيه: يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، أيضا خالد بن الحارث، معاذ بن معاذ العنبري، أبو داود الطيالسي. نسينا من أثبت الناس فيه غندر، أحسنت، محمد بن جعفر الهذلي، غندر. نعم. قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر، وهذا عبد الله بن عبد الله بن جابر، وقيل جبر، ابن عتيك الأنصاري المدني، وهو ثقة من الرابعة، خرج له الجماعة. انتبه، هذا الراوي مدني والراوي عنه بصري، هذا دليل على أن شعبة ماذا؟ رحل في طلب الحديث. نعم، رحمة الله عليه، بل انفرد بشيوخ لم يروي عنهم سفيان الثوري، بل انفرد بشيوخ كوفيين من بلد سفيان الثوري لم يروي عنهم سفيان الثوري، رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال سمعت أنس بن مالك، هنا فيه التصريح بالسماع. نعم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. نعم. زاد مسلم، هذا مسلم، من هو مسلم هذا؟ قال زاد مسلم ووهب عن شعبة، إذن هذا مسلم يروي عن من؟ عن شعبة. مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، ثقة ثبت، وهو أيضا من الطبقة العاشرة، لا التاسعة، نعم، من الطبقة التاسعة، وتوفي سنة 222، خرج له الجماعة، وهو أكبر شيخ لمن؟ لأبي داود السجستاني صاحب السنن. نعم. قال ووهب، أيضا هذا وهب ابن جرير ابن حازم ابن زيد أبو العباس الأزدي البصري، وهو ثقة من التاسعة أيضا، توفي سنة 206، وخرج له الجماعة. عن شعبة من الجنابة، يعني فائدة رواية مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة، لأن رواية أبو الوليد الطيالسي ما ذكر من الجنابة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد، ما ذكر من جنابة. فزاد مسلم إبراهيم الفراهيدي وجرير ابن وهب بن جرير، نعم، الأزدي، ماذا؟ من جنابة، وهذه تفيد، هذه فائدة. نعم. سم إيه إيه
من ما ذكرها قصدك إيه؟ هو يذكر الأدلة المحتملة الأخرى التي تدل على المعنى الآخر الذي هو عدم الغسل، وهذه طريقته في التفقه رحمة الله عليه. يعني كأنه يقول لك يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، لكن ربما أحيانا ظاهر هذه الروايات تدل على أنه لم يغسلهما. هذا معنى كلامه. ولو يعرف رواية عائشة واضحة بينة وغيره، وحديث ميمونة وغيره من الأحاديث. نعم. سم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو قال ثلاثا. أعد فغسلهما. أحسن الله عليكم. قالت رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين. عندك مرتين مكررة؟ نعم. عندكم مكرر مرتين؟ إيه، في نسخة مرتين فقط. رواية أبي ذر بدون تكرار، إذن في نسخة بدون تكرار. طيب جيد. نعم. أحسن الله عليكم. فغسلهما. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو قال ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. نعم. يقول رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء، اللي تأتي مسألة ماذا؟ يشير إلى مسألة ماذا؟ الموالاة. أحسنت. إيه، باب تفريق الغسل والوضوء، يعني تفريق الأعضاء في الغسل وفي الوضوء، وهل يجب فيهما الموالاة. وهذه المسألة تكلم عنها أهل العلم. نعم. فذهب بعض العلم إلى أن الموالاة واجبة في الوضوء وفي الغسل، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة في الوضوء ومستحبة في الغسل، وذهب بعضهم إلى أنها مستحبة فيهما. نعم، إلى غير ذلك من الأقوال. نعم. أما في الوضوء فالدليل صريح واضح وبين. ما هو؟ أيوة. إيه، أن يعيد الوضوء. إيه، من روى هذا الحديث؟ أبو داود. الصحيح ما في شيء الصحيح. لا، وين العقاب من النار؟ لا، ما نريد وين العقاب من النار، نريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وجد في قدمه أو في ظفره لم يصبه الماء فأمره أن يرجع ويحسن الوضوء. نعم، هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، مسلم في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب. هذا في رواية الأصاغر عن الأكابر. من هم الأصاغر من الأكابر؟ من؟ طيب في الإسناد جابر عن عمر. إيه، جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه
أو على ظفره لمعة لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع. هذا في مسلم. لا مرفوع، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا. وجاءت في رواية أحمد وابن ماجه التصريح، فقال ارجع فتوضأ، وفي رواية أعد وضوءك وصلاتك. ولكن هذا من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر. نعم. وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك عند أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه بنفس اللفظ، نفس لفظ حديث عمر في صحيح مسلم، قال ارجع فأحسن وضوءك. نعم. ولعموم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نعم. فظاهرها يدل على ماذا؟ على الموالاة. نعم. أما في الغسل فالمذهب عند الحنابلة أن الموالاة في الغسل ماذا؟ مستحبة وليست بواجبة. نعم. وفرقوا بين الوضوء وبين الغسل، قالوا في الوضوء وجوب الترتيب والموالاة كما في الآية وفي الأحاديث الأخرى، والوضوء كأنك ماذا؟ تغسل عضوا واحدا، بينما في الغسل قالوا يجزئ إفاضة الماء على البدن كله، فلا يشترط فيه ماذا؟ الموالاة. هكذا قالوا. وخالفوا بعض أهل العلم قالوا لا، قالوا أيضا الموالاة واجبة في الغسل، وذهب إلى هذا الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، ونصر هذا القول وهو قول قوي. وعلى كل، الإنسان إذا لم يصب شيئا من بدنه أثناء الغسل الماء، نعم، وطالت المدة عرفا، فهنا يعيد الغسل ولا يكفي أن يغسل هذا العضو الذي لم يصبه الماء؟ على الخلاف، فالأحوط أن يعيد الغسل، الغسل. طيب. ويذكر عن ابن عمر، هذا بصيغة التمريض، لكن انتبه، لا يلزم من ذكر صيغة التمريض أن يكون الحديث أو الأثر ضعيفا، فأحيانا يكون ضعيفا وأحيانا يكون صحيح. ولهذا البخاري يستعمل هذه الصيغة ويقول ويذكر، فيكون الإسناد ضعيف، وأحيانا يكون الإسناد صحيح. هنا في هذا الأثر، أثر ابن عمر، أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، هذا رواه الشافعي في الأم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. شو رأيك في الإسناد هذا؟ كالشمس. هذا لو يقرأ على مصروع الآفاق. الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد يعني من أقوى الأسانيد في الدنيا. نعم. طيب. لكن اختصرها البخاري، وإلا فإنه كان في بستانه فتوضأ وكان لابسا للخفين، فلما قدم إلى المسجد مسح على الخف. نعم. فإن كانت المسافة بين البستان وبين المسجد طويلة بحيث تجف أعضاء الوضوء، فهنا الدلالة ماذا؟ يستدل بهذا الأثر ولا ما يستدل؟ يستدل. نعم. أما إن كانت المسافة قصيرة، نعم، بحيث أن الأعضاء التي غسلها في الوضوء لا تجف، فإن الاستدلال هنا فيه نظر. قال حدثنا محمد بن محبوب، وهذا محمد بن محبوب وهو محمد بن محبوب البناني البصري، وهو ثقة من العاشرة، توفي سنة 23 و200، خرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
قال حدثنا عبد الواحد. من عبد الواحد يا شيخ؟ أحسنت، عبد الواحد بن زياد العبدي البصري، وهو ثقة، وهو أيضا من الطبقة 8 في سنة 76 و100، وخرج له الجماعة. نعم. وقد اعتمده أيضا البخاري في حديث الأعمش، وقلنا لكم أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في حديث عن الأعمش، ورددنا على هذا الأمر في الدرس الماضي بالتفصيل. طيب، قال حدثنا الأعمش، مر معنا كثيرا، سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقة ثبت إمام الحجة، من الطبقة 5 في سنة 48 و100، وخرج له الجماعة. عن سالم بن أبي الجعد، وهو سالم بن أبي الجعد الغطفاني الأشجعي، وهو ثقة من الطبقة 3، توفي سنة 98 وخرج له الجماعة. عن كريب مولى ابن عباس، وهو كريب ابن أبي مسلم مولى ابن عباس، ويكنى ما هي كنية كريب؟ كنية كريب يا شيخ، عاد إذا ما عرفت أنت كده البقية ما يعرفونه. الشيخ أبو رشدين الهاشمي المدني، وهو من الطبقة 3، توفي سنة 98 وخرج له الجماعة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، مر معنا كثيرا، توفي سنة 68 وخرج له الجماعة. قال قالت ميمونة، وهي خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 51 وخرج له الجماعة. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه، وهذا مر معنا هذا الحديث. نعم. فغسلهما 2 أو 3. هنا في شك في الرواية، ما في شك؟ في شك. من الشاك؟ طيب، الشاك في الإسناد هنا من هو؟ قال فغسلهما 2 أو 3. ليست الأو هنا للشك؟ بلى للشك. من هو الشاك في الإسناد؟ شيخ البخاري محمد بن محبوب. لا، شف، مثل هذا الأمر لا يتبين إلا بتتبع الطرق، تتبع طرق الحديث. غالبا إذا تتبعت طرق الحديث تبين لك من هو الشاك. جاء في طريق يأتي بعد قليل شك سليمان، الأعمش. الشاك من هو؟ الأعمش. طيب، هنا رواية عبد الواحد بن زياد عنه. نعم. وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه في تعليق على هذا الحديث: والروايات يفسر بعضها بعضا، وقد مر في الرواية السابقة بدون شك أنه غسلهما 3. وتابعت رواية هذا الحديث في البخاري بحسب ما عندنا من النسخ، فلم أجد، فوجدتها كلها بالشك، وجدتها كلها بالشك. ثم وجدت الحافظ بن حجر قال وقال محمد بن فضيل عن الأعمش صب عليهما 3 بدون شك. هذا محمد بن فضيل بن غزوان، صدوق يتشيع. نعم. وخرج روايته أبو عوانة في صحيحه. ثم بالتتبع بالأجهزة، يعني ابن حجر ما كان عنده أجهزة مثلنا الآن. ابن حجر يقرأ الكتاب كاملا ويستخرج منه الروايات والطرق. أنت جالس في بيتك وتشرب الشاي ومعك الجهاز وضغطة واحدة تجيك طرق الحديث كلها، تبعها طريق. اعرف حجمك وقدرك. لا يجي واحد يقول أنا. ثم وجدت الرواية بدون شك عند أحمد في المسند، وعند ابن ماجه في سننه، من طريق وكيع ابن الجراح عن الأعمش به، فغسلهما 3 بدون شك.
فأيهما أقوى في الأعمش؟ محمد بن فضيل ولا وكيع؟ وكيع. فكان الأولى بابن حجر أن يشير إلى رواية من؟ رواية وكيع، لا سيما أنها في الأصول الستة عند ابن ماجه وعند أحمد، فالعزو إلى أحمد وإلى ابن ماجه أولى من العزو إلى أبي عوانة، ولكن يعذر رحمة الله عليه أنه فاتته. أما حنا عندنا الأجهزة، لا تسوي نفسك أنك أعلم من ابن حجر رحمة الله عليه وجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء. هذا الإمام الذي شرح لنا هذا الصحيح الذي هو دين في رقبة الأمة الإسلامية، حتى جاء ابن حجر وشرح هذا السفر العظيم. وقبله ذلك الحافظ ابن رجب، لكن شرح الحافظ ابن رجب ماذا؟ ناقص، مفقود، أكثره مفقود، وصل فيه إلى كتاب موجود فقط إلى كتاب الجنائز. نعم. نعم، بهذا يتبين لنا أن الشك من سليمان. طبعا جاءت الرواية قال شك سليمان، فواضح أن الشك من سليمان. طيب كيف نحمل الروايات؟ مرة شك لما حدث به، ومرة جزم. فحفظ وكيع ومحمد بن فضيل رواية الجزم، وحفظ غيرهما رواية الشك، فلا تعارض. واضح؟ نعم. أحسن الله لكم شيخنا، قلتم من الحنابلة يرون وجوب الترتيب والموالاة، لعلكم تقصدون بالوجوب الفرضية، لأن عندهم فرض. الفردية؟ الفرض يعني هي من فروض الوضوء، لعلك تقصد واجب. نعم صحيح، هذا هو فرضية. نعم. طيب، قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، مر معنا هذا، ثم دلك يده بالأرض. جاءت في رواية بالأرض، وجاءت في رواية بالحائط، وجاءت رواية بالتراب. ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه. نعم. وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وجه الدلالة في الحديث على التبويب أنه أخر غسل القدمين أثناء الوضوء. فهنا فرق ولا ما فرق؟ نعم. وجعلهما في الأخير، جعل غسل القدمين في الأخير، وإلا الأصل أنك إذا توضأت ماذا؟ تغسل قدميك بعد إيش؟ بعد مسح الرأس. الرسول هنا أخر غسل القدمين، فهنا فرق. هذا وجه الدلالة في هذا الحديث. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. ترى الذي يتتبع تبويبات البخاري ويحاول أن يعرف نعم وجه تبويب البخاري في الحديث وكيف استنبط الفقه من الحديث، هذا سوف يخرج بعلم عظيم، لا سيما في الفقه. هو إمام في الحديث وإمام في الفقه، هو إمام مجتهد رحمة الله عليه. نعم. يظن بعض الناس فقط يستفيد من البخاري صناعة حديثية، لا، صناعة حديثية وصناعة فقهية عالية أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو قال مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه،
فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. نعم أحسنت. ثم قال رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. هذه أخذها من نص الحديث في قولها ماذا قالت رضي الله عنها: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. هذا موسى بن إسماعيل، عطنا اسمه يا شيخ كاملا. نعم، موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري، نعم، أبو سلمة البصري، ثقة ثبت من الطبقة 9. نعم، توفي سنة 23 و200، وخرج له الجماعة، وهذا من كبار الحفاظ. نعم. وقلنا لكم إذا قال موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، فالأصل أنه حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ حماد بن سلمة هو راوية حماد بن سلمة، روى عن حماد بن زيد لكن قليلا. قال حدثنا أبو عوانة، مر معنا أبو عوانة، وهو يقال الوضاح ويقال وضاح بدون أل التعريف، ابن عبد الله اليشكري مولاهم. نعم، مولاهم الواسطي البصري البزاز، أبو عوانة ثقة ثبت من الطبقة 7، توفي سنة 76 و100، وخرج له الجماعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان كتابه في غاية الإتقان. وقال الحافظ الذهبي في الميزان: مجمع على ثقته، وكتابه متقن بالمرة. وقال الحافظ أبو حاتم الرازي: ثقة كثير الخطأ إذا حدث من حفظه. ثقة كثير الخطأ إذا حدث من حفظه رحمه الله. فهو يعني إذا حدث من كتابه فهو غاية في الإتقان والضبط، وإن حصل له شيء من الأوهام أو الأخطاء فلأنه حدث من حفظه رحمه الله. نعم. نعم. قال حدثنا الأعمش. طبعا هنا أبو عوانة تابع من؟ تابع عبد الواحد بن زياد في الرواية الماضية. نعم، وتابعه أيضا في رواية شك الأعمش. قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، يعني وضعت ساترا يستر النبي صلى الله عليه وسلم إما بثوب أو نحوه. نعم، فصب على يده. نعم، هذا واضح أنها ماذا؟ معه ولا بهم معه؟ معه، ولا لو سترته ما ترى، يعني لو أنها الستر هي من خلف الستر لا. نعم، فقالت: فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. هنا واضح أنه غسل يديه عليه الصلاة والسلام قبل أن يغتسل. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. هذا واضح أن الشك من سليمان الأعمش. ثم أفرغ بيمينه على شماله. ثم أفرغ بيمينه على شماله، هذا هو الشاهد في الحديث. فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. فناولته خرقة، جاءت في رواية ماذا؟ منديل. فقال بيده هكذا ولم يردها. جاءت في رواية ماذا؟ فنفض يديه. قال شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه: رفض الرسول صلى الله عليه وسلم للمنديل ونفضه يديه دل على أن نفض اليدين أفضل من استعمال الخرقة أو المنديل.
نعم. بعضهم يقول أنها حادثة عين، لكن الأصل الاستدلال، الأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وأقواله سنة، وتقريراته سنة، وتركه سنة، هذا هو الأصل. نعم. لا هو صب بيمينه على شماله. إيه، لكن هو صب بيمينه على شماله لأنه يريد أن يغسل مذاكيره، وغسل المذاكير يكون باليد الشمال. واضح؟ إيه نعم، هذا واضح. أفرغ بيمينه على شماله. إيش؟ إنه إيش؟ لا، إذا قلت أنا ذلك فهو وهم من أوهامي، وأوهامي كثيرة أنا، ولهذا أنا أحتاج في الدروس التي تأتي أصحح بعض الأوهام التي تحصل في بعض الدروس. لعل يا شيخنا الحامل هو اللي على الاختلاف موضع الغسل، يعني مثلا لا هو يقول جت رواية فأفرغ بشماله على يمينه، مرت معنا هذه في الدرس الماضي. طيب في الوضوء يا شيخنا وليست في غسل الفرجين. أنا ما أدري أنها مرت معنا، لكن لعلك تراجعها وتشوف. نعم، توقفنا عليه. نعم. كم رقم الحديث؟ 257. فغسل يديه مرتين وثلاث ثم أفرغ على شماله. أي واضح، على شماله. والفي رواية أخرى في بعد 59. أيوة، ذكر هنا فأفرغ بيمينه على يساره. على يساره. ما هو على كل حال إن قلت أنا ذلك فهو نعم ممكن، لكنها ليست موجودة في الرواية. نعم، سمي شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يمضخ طيبا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد. شلون عاد؟ يعني عاد إلى جماع زوجته ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار، مر معنا محمد بن بشار العبدي البصري، محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، ثقة ثبت من الطبقة 10، توفي سنة 52 و200 وخرج له الجماعة، وهو شيخ أصحاب الكتب 6. قال حدثنا ابن أبي عدي، وهذا محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب لجده، وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة من 9، مات سنة 94 و100 على الصحيح، خرج له الجماعة. نعم. وهذا ابن أبي عدي من شيوخ من بعد؟ ومن شيوخ الإمام أحمد، ويخرج عنه الإمام أحمد كثيرا من الثلاثيات. إيش معنى الثلاثيات؟
يعني يكون بين الإمام أحمد والرسول صلى الله عليه وسلم 3 من الرواة. والثلاثيات في مسند الإمام أحمد كثيرة ولا قليلة؟ يا شيخ أحمد كثيرة. كم عددها؟ 300. وقفت عليه يعني على عددها كأني ذكرت. الشيخ نعم عددها فوق 300، أكثر من 360. نعم، وهي أكثر الثلاثيات في الكتب 7، والثلاثيات في الكتب 6 عند للبخاري ثلاثيات، وهي 22 بالمكرر و16 بدون المكرر. أما غيره من أصحاب الكتب 5 اللي هو مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود ليس لهم ثلاثيات إلا ابن ماجه له ثلاثيات ولكنها كلها ضعيفة. الترمذي فيه ثلاثية واحدة. الترمذي له واحد. ما هو؟ مر معنا في درس الترمذي، ذكرت الأنت به. ها؟ نعم، حديث أنس رواه عنه عمر بن شاكر، نعم، عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على زمان القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو إسناده يعني ضعيف، لكن طبعا الحديث له شواهد، الحديث له شواهد وقد صح بها. نعم. قال: ويحيى ابن سعيد. إذن هنا رواية ابن أبي عدي مقرونة مع يحيى ابن سعيد. من يحيى ابن سعيد هذا؟ الأنصاري ولا القطان؟ القطان جزما، القطان، وهو يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري رحمه الله، وهو ثقة ثبت حافظ إمام قدوة. هكذا قال ابن حجر. أعد: ثقة ثبت حافظ إمام قدوة. وصدق، نعم، رحمة الله عليه. وتوفي سنة كم القطان؟ القطان هذا إمام الدنيا في زمانه، لازم تعرف متى توفي. كم يا شيخ؟ الشيخ أحسنت، 98 و100. خرج له الجماعة رحمه الله. هذا إمام من أئمة الدنيا. هذا إن كنت صاحب حديث اقرأ ترجمته كاملة في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو غيره من كتب التراجم، تجد العجب العجاب. نعم، رحمة الله عليه. نعم. قال عن شعبة، مر معنا كثيرا، شعبة بن الحجاج، توفي سنة 61 و100، خرج له الجماعة. الراوي اللي يتكرر معنا كثيرا نختصر فقط اسمه ووفاته ومن خرج له. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وهذا إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني الكوفي، وهو ثقة من الخامسة، خرج له الجماعة. عن أبيه، وأبوه هو محمد ابن المنتشر ابن الأجدع الهمداني الكوفي، وهو ثقة من الرابعة، خرج له الجماعة. قال: ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت. أبوه محمد بن المنتشر تابعي ويروي عن عائشة. ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن في الحديث هنا؟ ابن عمر. طيب، ما هو الشيء اللي ذكره محمد بن المنتشر لعائشة فردت عليه عائشة؟ أي في إنكار ابن عمر بقاء الطيب بعد الإحرام، كان ينهى عنه وينكره بقاء الطيب، نعم، في البدن بعد الإحرام، هذا ينكره ابن عمر. طبعا من حفظ حجة على من لم يحفظ. عائشة يعني حفظت هذا العلم، فات ابن عمر وردت عليه بالدليل. قالت: كنت، يعني إذا كان ابن عمر ينكر بقاء الطيب
في المحرم. نعم. فأنا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، يعني قبل الإحرام، ثم يصبح محرما يعني يغتسل ويصبح محرما، ينضح طيبا، أثر الطيب باقي عليه، بل كان يرى في مفرق رأسه له لمعان. نعم. وهذا رد واضح من عائشة على ابن عمر. تأتي الرواية التي بعدها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. حتى تأتي مسألة بقاء الطيب نفصل فيها إن شاء الله. باب إذا جامع ثم عاد. نعم. باب إذا جامع ثم عاد، يعني يعود للجماع بدون إيش؟ بدون غسل وبدون وضوء، بدون غسل، مع أنه جاءت السنة بماذا؟ إذا أراد أن يعود أن يتوضأ، لما خرج الإمام مسلم والخمسة. ما المراد بالخمسة؟ أصحاب السنة الأربعة ومع الإمام أحمد، يعني السبعة إلا البخاري. من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ، في رواية فليتوضأ بينهما. زاد بن حبان رحمه الله في صحيحه: فإنه أنشط للعود. وهذه الرواية من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن شعبة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. لكن هذه لما خرجها ابن حبان ماذا قال؟ قال: تفرد بهذه اللفظة الأخيرة التي قوله فإنه أنشط للعود مسلم ابن إبراهيم. طيب، مسلم إبراهيم ثقة ولا مو بثقة؟ مر معنا ثقة ثبت، هو أكبر شيخ لأبي داود. نعم. لكن الأقرب أنها شاذة. لماذا؟ لأمرين اثنين: أن أصحاب شعبة الذين رووا هذا الحديث عنه هم أكثر عددا، فيهم من هم أحفظ من مسلم، لم يذكروا هذه الزيادة. نعم. ومن تابع شعبة من الحفاظ عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد كعاصم سليمان الأحول وغيره لم يذكروا هذه الزيادة، فدل على أنها شاذة. نعم. وأيضا لمسلم إبراهيم لفظة شاذة عن شعبة في حديث عائشة المشهور: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وتنعله وترجله. زاد مسلم إبراهيم: وفي سواكه، خرجها أبو داود في سننه، وهي من طريق مسلم إبراهيم عن شعبة. نعم. لكن الثقات والحفاظ الأكثر عددا وأحفظ رووا عن شعبة بدون وسواكه، فدل على أنها شاذة. طيب. قال حدثنا محمد بن بشار، مر الترجمة، قال حدثنا معاذ بن هشام، وهذا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وقد سكن اليمن، وهو صدوق ربما وهم، أخذها ابن حجر من ابن حبان، والصواب أنه صدوق. نعم. وهو من كبار التاسعة، مات لا، هو من الطبقة التاسعة. نعم. توفي سنة 200، وخرج له الجماعة. قال حدثني أبي. من أبوه؟ هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبوه اسمه سنبر. نعم. البصري، ثقة ثبت،
ورمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة 54 و100 وخرج له الجماعة، وهو من أثبت الناس في الراوي في الإسناد عن قتادة. نعم، أثبت الناس في قتادة من هم يا أخوان؟ سعيد بن أبي عروبة، واللي معنى هذا هشام دستوائي، وفي واحد ثالث، جبل ثالث. لا، في جبل ثالث من أحفظ الناس لحديث قتادة، شعبة بن الحجاج. أحسنت، هؤلاء لا يقدم عليهم أحد في حديث قتادة. يأتي بعد هؤلاء طبقة الشيوخ، هم أيضا ثقات ويحفظون حديث قتادة، لكن ليسوا على درجة هؤلاء الثلاثة. نعم، مثل همام بن يحيى العوذي، ومثل أبي عوانة والله بن عبد الله اليشكري، ومثل أبان بن يزيد العطار، ومثل عبد الرحمن بن يزيد النحوي، أو شيبان بن عبد الرحمن النحوي. نعم، هؤلاء لو اختلف واحد منهم مع واحد من هؤلاء الثلاثة تقدم رواية من؟ نعم، ثلاث هؤلاء. أما إذا اختلف الثلاثة فيما بينهم هنا يكون الترجيح صعب جدا. نعم. طيب، وهنا فيه ترجيح في لفظة سوف تأتي معنا. عن قتادة، مر معنا قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت إمام حافظ من الطبقة الرابعة، توفي سنة 18 و100 وخرج له الجماعة، وقيل أنه أحفظ أهل زمانه. ولد أكمة أعمى، كان إذا سمع الحديث نعم أخذ بالعويل والزويل. العويل رفع الصوت، الزويل الاضطراب والتحرك من المكان حتى يحفظ الحديث، حتى يثبته. إذا ثبته خلاص ذهب العويل والزويل. هذا وما تكهلا، يعني ما تكهلا، عمره يمكن 58، ملأ الدنيا علما حديثا وفقها، وله روايات كثيرة في التفسير في العلم، وكلامه عظيم ومحفوظ عند أهل العلم رحمة الله عليه. نعم، أضحك الله سنك، ما الذي يضحكك؟ والزويل، همة العالية. نعم، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، أحسنت. نعم، ذهب إلى سعيد بن المسيب في المدينة، مكث عنده 9 أيام، فقال له، استغرب سعيد لأنه يسأله كثيرا والرجل أعمى ولا يكتب، فقال هل حفظت كل ما حدثته عليه؟ قال نعم، ويسردها حديثا لم يخرم منها حرفا واحدا. قال ما ظننت أن الله يخلق مثلك. لما جاء اليوم التاسع قال له استنزفتني يا أعمى، قم عني، سحبت علمي كله. رحمة الله عليه. نعم. وقال حدثنا أنس بن مالك، مر معنا أيضا أنس، ترجمته كثيرا، توفي سنة 93 وخرج له الجماعة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار، يعني يجامع نساءه كلهن في ليلة واحدة في ساعة واحدة. نعم. وجاء بغسل واحد، هذا في الصحيحين، يعني يطوف على كل زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، ولا يغتسل بين الجماعات. نعم، ظاهر أنه ما يتوضأ، ثم يغتسل في الأخير عند آخر واحدة. وجاء في غير الصحيحين عند أبي داود وأحمد أنه يغتسل عند كل واحدة، يطوف عليهن، وكل ما يفرغ من جماع واحدة يغتسل عندها، صلوات الله وسلامه عليه، ما تعاقب الليل والنهار. بيأتي معنا بأتكلم عن المسألة هذه. نعم. وهن 11، يعني عدد النسوة كم؟ 11. لكن هل اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد 11؟
أما مجموع ما تزوج 11 هذا هو مجموع ما تزوج 11، لكن اجتمع عنده كم؟ 9، ولهذا مات عن كم؟ عن 9 نسوة. بيأتي معنا هذه اللفظة. قال قلت لأنس، القائل لأنس من هو؟ قتادة، أو كان يطيقه، يعني يستطيع أن يطوف على 9 نسوة أو 11 امرأة في آن واحد؟ أن هذا خارج عن العادة البشرية. مهما أوتي الإنسان من القوة فلا يصل إلى هذه الدرجة. قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، قوة 30 رجل. هل هو في الجماع أم في البدن أم في كليهما؟ محتمل الأمرين، والظاهر أنه في الأمرين جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره 63 وهو قوي البدن عليه الصلاة والسلام. نعم. أما قوله كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وش الأصل في هذا الكلام؟ إذا أنس يكون مرفوع بحكم الرفع وإلا ليس له حكم الرفع؟ الأصل أن له حكم الرفع، فأخذه أنس من الصحابة أو من كبار الصحابة، لأن أنس من صغار الصحابة، فيكون له حكم الرفع، والله أعلم. وقال سعيد، هذا من هو سعيد؟ هذا سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري، مولاهم أبو النضر، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة 56 و100 وخرج له الجماعة. مع أنه اختلط فهو من أثبت الناس في قتادة، بل قال بعضهم هو أثبت الناس في قتادة. عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة، هذا هو الصحيح. فهنا تقدم رواية سعيد على رواية هشام. نعم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11، لكن لم يجتمعنا عنده في وقت واحد، ولهذا مات منهن 2 قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هن؟ خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة، نعم، رضي الله عنهم. ومات عن 9 نسوة وجاريتان. من هما؟ مارية القبطية، وأيضا الثانية من هي؟ بسم الله، الثانية ريحانة رضي الله عنهن أجمعين. نعم. طيب أكمل شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. نعم. ثم قال رحمه الله: باب غسل المذي والوضوء منه. يعني هذا حكم المذي، والمذي هو السائل الرقيق الشفاف هذا الذي يخرج عند المداعبة وبداية الشهوة. والفرق بينه وبين المني أنه رقيق، والمني ثخين، وهذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المذي لا يخرج دفقا. نعم. بين المني الأصل فيه أنه يخرج ماذا؟ دفقا إلى الذهن. والمذي الحكم فيه أنه نجس، ولكن نجاسته مخففة، لأن النجاسة تنقسم إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. النجاسة المغلظة مثل نجاسة الكلب، مثل نجاسة الكلب. نعم. والمتوسطة سائر النجاسات غير المخففة، مثل
البول والعذرة، نعم، وما شابه ذلك. المخففة هي المذي، هي المذي، والواجب فيه أنه إذا خرج ينقض الوضوء، فهو من نواقض الوضوء، هذا أولا. ثانيا يجب غسل الذكر، يغسل رأس الذكر، نعم، كما جاءت في هذه الرواية، نعم، لقوله توضأ واغسل ذكرك. هل ورد غسل الأنثيين يعني الخصيتين؟ نعم، الحديث لم يرد في الصحيحين رواية الأنثيين اللي خصيتين، أعرض عنهما صاحب الصحيح، مع أن مخرج الحديث واحد، هو حديث علي بن أبي طالب، نعم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الواجب في خروج المذي الوضوء وغسل الذكر، ولا يجب غسل الخصيتين. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا، إن رواية غسل الأنثيين جاءت عند أبي داود وعند أحمد، جاءت من حديث علي بن أبي طالب، وجاءت من حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود، وجاءت عند غيره، فبمجموعها تدل على أن له أصلا، ولهذا أيضا يغسل الأنثيين. ويفتي بهذا شيخنا العلامة بن باز، وأيضا العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله على الجميع. قال حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي، مر معنا، هشام بن عبد الملك الباهلي البصري، توفي سنة 227 ومن الطبقة التاسعة، خرج له الجماعة. حدثنا زائدة. من زائدة هذا؟ ترى زائدة هذا إمام كبير، يعني يقرن بسفيان الثوري وشعبة ومسعر بن كدام. ابن أبي قدامة ولا زائدة ابن قدامة؟ زائدة ابن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، مات في الغزو سنة 60 و100 وقيل 61 و100، خرج له الجماعة. وزائدة ابن قدامة هو من زاد لفظة في حديث اللي هو أحسنت، في حديث نعم، حديث وكان يشير بها يحركها، نعم، قوله يحركها، هذه زادها زائدة ابن قدامة، نعم، من حديث من؟ عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، فخالف جمع كبير، أكثر من 13 أو 14 من الحفاظ، فيهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج حماد بن زيد، كل هؤلاء لم يذكروا يحركها، انفرد بها من؟ زائدة ابن قدامة، فيحكم عليها ماذا؟ أنها شاذة، نعم. والشيخ الألباني رحمة الله عليه صححها وأثبتها ودافع عنها بقوة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. والأمر يعني واسع، ما ينبغي التشدد في هذا، نعم. ولهذا ذهب شيخنا العلامة بن باز أيضا، قال وإن حركها أحيانا فلا بأس، أخذا بهذه الرواية. أما من ترجح عنده من جهة الصناعة الحديثية أنها شاذة فلا حرج عليه، ويقول إنها شاذة ولا يفتي بها، الأمر واسع والحمد لله، نعم. لكن أحيانا يا شيخنا بعض الناس بيبالغ في الحركة، يعني في الصلاة، هل يعني هذه؟ لا، هو يحركها تحريك يعني بسيط، نعم، بعضهم كذا بشدة، لا هذا ما ثبت، نعم. عن أبي حصين، أبي حصين هذا اسمه عاصم بن عثمان بن حصين الأسدي أبو حصين، جده حصين ويكنى بأبي حصين بالفتح، الكوفي، ثقة ثبت سني، مات سنة 27 و100 وخرج له الجماعة. عن أبي عبد الرحمن، من أبو عبد الرحمن هنا؟ والراوي عن علي السلمي، ما اسمه؟
أحسنت، عبد الله بن حبيب ابن ربيعة، ربيعة هكذا، فتح الباء تشديد الياء. نعم، السلمي أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت، وهو أيضا من الطبقة الثانية، توفي سنة 73 وخرج له الجماعة، وروى عن جمع من الصحابة، روى عن علي بن أبي طالب وعن عثمان وعن أبي وغيرهم رضي الله عنهم. وقد أقرأ القرآن في جامع الكوفة 40 سنة حتى قدم الحجاج الكوفة. نعم، رضي الله رحمه الله. نعم، عن أبيه، لا، عن علي رضي الله عنه، مر معنا أيضا ترجمة علي. وتوفي سنة كم علي؟ سنة 40. نعم. إيه، وش هو الحديث اللي سمعه؟ أي نعم، صحيح، حديث رواه عن عثمان، الذي أجلسني في الكوفة أقرأ القرآن لمدة 40 سنة هو الحديث الذي رواه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، وهو من أفراد البخاري رحمه الله. نعم، قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير إخراج المدي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وهذا فيه الأدب والحياء، لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها تحت علي بن أبي طالب زوجته، فهذا من باب الحياء. فأمر رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل اللي أمره؟ المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه. وفيه قبول خبر الآحاد، وجه الدلالة فيه أنه أخبره ماذا؟ المقداد. لكن يشكل عليه، يقول بعضهم جاءت رواية أنه سأله وعلي حاضر موجود. نعم، لا يضر هذا، لا يخرج عن كونه أحد، لأن الاثنين أحد. نعم، وأيضا جاءت أحاديث الآحاد كثيرة جدا، بل بوب البخاري كتاب خبر الآحاد وسرد أكثر من ما يقارب 30 حديثا اختارها تبين حجية خبر الآحاد أو خبر الواحد. احتاجوا للتبويب هذا، أصلا ما كان عند الصحابة ولا عند السلف هذا خبر متواتر وهذا خبر آحاد، إذا صح الإسناد انتهى. نعم، وليس فيه شذوذ عليه يقبلون الحديث. لكن لما ابتدع المعتزلة هذه البدعة، التفريق بين المتواتر والآحاد، وأن المتواتر وأن الآحاد لا يقبل في العقائد ويقبل في الأحكام، وأنه لا يقبل في العقائد المتواتر. نعم، وأول من أتى بهذه البدعة الضالة من هو؟ من هو؟ المعتزلي إبراهيم النظام. إبراهيم النظام، نعم، من كبار المعتزلة المتكلمين في زمانه، وتبع عليه المعتزلة، فاحتاج العلماء أن يردوا عليه، بينوا أن الأصل في أخبار الآحاد الحجية. ما كان السلف يفرقون هذا تفريق بدعي، تفريق بدعي الذي يعتمد عليه الآن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإباضية وغيرهم من أهل البدع. نعم، ثم قال، وهذا نعم أحسنت، نعم، كثير من أحاديث العقائد آحاد، صحيح. نعم. طيب، اقرأ الباب اللي بعده يا شيخ عشان نختم به. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما: أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا.
فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. أراد بهذا التبويب رحمه الله أن يبين أن الطيب لا يمنع وصول الماء حتى لو كان دهنا، فإن الإنسان إذا تطيب ثم اغتسل لم يضره إذا بقي أثر الطيب. هذا واضح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في حجة الوداع لما نزل ذو الحليفة بات بها، وفي الليل طيبته عائشة وطاف على نسائه كلهن، وأصبح ثم اغتسل وأثر الطيب لا زال ينضح، بل كان في مفرق رأسه استمر حتى وهو بعد ذهابه إلى مكة. هذا دليل على أن الطيب أو الدهن الذي لا يمنع وصول الماء إلى الجسد فإنه لا يؤثر، ولو بقي أثره لا يؤثر، إلا إذا كان جامدا يمنع وصول الماء، ولا سيما في الشتاء بعض الأدهان تكون جامدة وتمنع وصول الماء، لا، هنا لابد من إزالته. أما إذا كان لا يمنع وصول الماء ويبقى أثره فإنه لا يضر أبدا. قال حدثنا أبو النعمان. من هو أبو النعمان؟ أبو النعمان، وما أدراك ما أبو النعمان. ممكن يقول حدثنا أبو النعمان، وممكن يقول حدثنا محمد بن الفضل، وممكن يقول حدثنا عارم. كيف؟ مرة باسمه واسم أبيه، ومرة بكنيته أبو النعمان، ومرة بلقبه عارم، لكن أكثر ما يستعمل ماذا؟ الكنية أبو النعمان. وهو محمد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت، تغير في آخر عمره من صغار التاسعة، توفي سنة 24 و200 وخرج له الجماعة. قال أبو حاتم الرازي: لا يتأخر عن عفان. انتبه، إذا عفان هذا من أثبت الناس ومن أحفظ الناس، كان إذا شك في حرف الحديث أسقط الحديث كله. يقول: كان لا يتأخر عن عفان، فإذا حدثك، يعني من؟ أبو النعمان، فإذا حدثك بشيء فاختم عليه. وهذا يشدل عليه على قوة ضبطه وإتقانه وحفظه. وكان سليمان بن حرب الإمام الحافظ يرجع إلى قوله إذا خالفه، لأنه من أقرانه بصري. يرجع إلى قوله إذا خالفه في شيء ويقدمه على نفسه، ويقول: هو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي، مع أن سليمان بن حرب من أثبت الناس في حماد بن زيد، بل لازمه 19 سنة، كان ضابطا لحديثه، ومع هذا إذا خالفه عارم يتهيب من عارم، يقدم عارم، لأنه يرى أنه أحفظ منه وأضبط منه. هذا الراوي اختلط في آخر حياته، قيل قبل أن يموت ب8 سنين، وقيل ب4 سنين. طيب، وتعرفون أن الراوي إذا اختلط، إذا روي عنه بعد اختلاطه، فالأصل في روايته ماذا؟ القبول ولا عدم القبول؟ لا، عدم القبول، حتى نجد له متابع روى عنه قبل الاختلاط أو لما يشهد لحديثه. طيب، جاء بعض المبتدعة إلى حديث رواه عارم خرج البخاري في الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله عليه: حدثنا أبو النعمان.
قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا من أفراد البخاري. فجاء رجل يدعي العلم ويطعن في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ينكر ماذا؟ قتل المرتد، يرى أن هذا وحشية وأن فيها قسوة والإسلام بريء من ذلك، فيريد أن ينفي الحديث أصلا إرضاء للكفار واليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم. فتشبث، قال: رواه البخاري عن أبي النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي وقد اختلط، فالحديث ضعيف، والله هو الضعيف. نقول له: تعلم قبل أن تتكلم يا جاهل. والآن يلبسون على الناس، يخرجون في القنوات الفضائية في وسائل الإعلام، يعلمون أن أكثر الناس الذين يستمعون إليهم ليس لهم عناية بالحديث، بل حتى كثير ممن ينتسب للعلم ليس له عناية بعلم العلل وعلم الرجال. فمثل هذا يعني ربما يروج عليه إذا ما رجع إلى أهل الاختصاص. فنقول أولا أن البخاري روى لعارم أو لمحمد الفضل قبل أن يختلط، يعني تركه البخاري قبل أن يختلط. فجميع الروايات التي رواها البخاري في الصحيح عن شيخه أبي النعمان محمد بن فضل كلها قبل الاختلاط. تمام؟ وفي رد ثاني نقول وأنه جاهل هو أصلا، لو تابع الحديث خرجه البخاري في موضع آخر، قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهنا متابعة عالية جدا قوية من هذا الجبل علي بن المدينة. يعني لو تنازلنا وقلنا أن عارم اختلط، وروايته هذه بعد الاختلاط، مع أن هذا الكلام لا يقبل أصلا وفصلا أبدا، لكن عندنا الرواية الثانية علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ماذا تقول فيها؟ كالجبال. نعم، فننتبه لهذا. نعم. أحسنت. صحيح. يعني إذا كنت تقول من خان وطنه بلده يقتل، نعم، ولا شك أن خيانة البلد والوطن من أكبر الخيانات، فمن باب أولى وأحرى من خان دينه وارتد عنه وبدله إلى ديانة أخرى أن يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه. نعم، أحسنت. قال: حدثنا أبو عوانة مر معنا عن إبراهيم بن محمد المنتشر مر معنا عن أبيه مر معنا. سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما. متى توفي ابن عمر يا شيخ؟ سنة 74 أو في آخر 73، وخرج له الجماعة: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. هذا وجه الدلالة واضحة، أنه تطيب ثم اغتسل ثم أصبح ولا زال أثر الطيب عليه. حدثنا آدم، هذا مر معنا كثيرا، وهو آدم ابن أبي إياس، نعم، اسمه ابن أبي إياس عبد الرحمن، نعم، الخرساني، نعم، المروزي، ثقة ثبت مأمون، من 9، توفي سنة 21 و200، نعم، رحمه الله. وخرج له البخاري وبعض أهل السنن. قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم، وهذا الحكم من؟ حكم ابن عتيبة، نعم، أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، من 5، توفي سنة 13 و100، وخرج له الجماعة. عن إبراهيم، هذا إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة ثبت، إلا أنه كان يرسل كثيرا، من 5، توفي سنة 96، وخرج له
الجماعة عن الأسود، وهو الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن مخضرم. إيش معنى مخضرم؟ عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. نعم، لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ثقة مكثر فقيه من الثانية، مات سنة 75 وخرج له الجماعة. نعم. وش القرابة بين إبراهيم وبين الأسود؟ عمه؟ لا، خاله. الأسود خاله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب. إيش معنى وبيس؟ لمعان. نعم، وبريق. وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم، كانت تكرم الأسود، كانت تكرم جماعة من أهل الكوفة من التابعين، ومنهم جماعة من النخعيين كالأسود هذا وعبد الرحمن، وأيضا إبراهيم بن يزيد لكن دخل عليها صغيرا، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وجماعة من علماء الكوفة كانت تكرمهم وتعلم مكانتهم، وكانوا من العلماء الحفاظ، ولهذا حفظوا حديث عائشة ونقلوه وبثوه. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.